واخد بالك ايه اللي بيحصل في العقارات في مصر دلوقتي؟ سعر متر الشقق في التجمع في بعض الكومباوندز عدى ال60,000 جنيه. يعني شقة 200 متر سعرها معدي ال 12 مليون جنيه. متر المحلات في العاصمة الإدارية عدى ال 400,000 جنيه. الفيلا التاون هاوس مش الفيلا المستقلة عدت ال 20 مليون جنيه. الأرقام دي ما كناش بنسمعها قبل كده خالص. طب أنت كنت متوقع إيه؟ ما العربية اللي كانت ب 2 مليون جنيه دلوقتي بقت ب 6 مليون. نفس الكلام بيحصل في العقارات بس زي ما قلنا بالتدريج. كمان حجم الطلب على العقارات السنة دي زاد أكتر من 50% عن السنة اللي فاتت. كمثال مثلا طلعت مصطفى محقق 51 مليار جنيه مبيعات، وأورا نجيب ساويرس 25 مليار جنيه مبيعات في النص الأول بس من 2023. ولو خدت بالك كمان العقارات المعروضة ريسيل قلت بشكل كبير جدا. الكومباوند اللي كان معروض فيه 20-30 وحدة دلوقتي ممكن تلاقي فيه وحدتين تلاتة بس اللي معروضين للبيع، ده إذا لقيت أصلا. الناس خايفة تبيع من ناحية عشان الأسعار بتزيد، ومن ناحية عشان لو باع هيجيب بدلها إيه. طب يعني إيه خلاص كده محدش هيعرف يشتري حاجة؟ لا، الحقيقة إن في عرض نازل على كومباوند سكني في العاصمة الإدارية، موقع مميز جدا ومن شركة ليها سابقة أعمال محترمة جدا، وده ممكن نقول آخر أمل ممكن تلحق تشتري فيه شقة بسعر كويس وبأفضل نظام سداد في الماركت. سعر المتر بادئ من 18,000 جنيه، وده شامل اشتراك النادي والجراج. بتدفع 10% مقدم والباقي على 10 سنين أقساط متساوية. يعني بنتكلم الشقة بتبدأ من 2 مليون ونص على 10 سنين. اصلا بعد سنتين قيمة القسط هتبقى نص تقريبا قيمة القسط دلوقتي. واقل شقة تقسيط في كومباوند في التجمع دلوقتي ب5 مليون جنيه، وتقسيط على 5-6 سنين مش على 10 سنين. وهفكرك خلال الكام شهر الجايين اقل سعر متر سكني في العاصمة في الشقق مش هيقل عن 30,000 جنيه زي ما توقعنا قبل كده اللي حصل في التجمع. اضغط ساين اب وسيب لنا رقمك عشان تلحق تحجز، عشان الاسعار بتتغير من يوم للتاني. انا سامي صموئيل، بروبرتي ستريت.